الكلمة ديالي سي محسن قلت الكلمات كما يوقع اليوم لا مباشرة ديال المؤتمر لا بأس أننا نتحدثوا شوية عن السياسي. في البداية لابد أن نبلغكم تحية الأخ الكاتب العام لمنظمة الشباب والاستقلالية قضاء الحزب، كذلك تحية الأخ المنسق الجهوي الحزب الأخ الصمد الطيح هو المنسق الحزب الجهة، وعلى التتبع دائم ومتواصل لمختلف الأنشطة ديال الحزب بشكل عام، سواء الشباب والاستقلالية سواء الحزب سواء القيادات الموضوعية، وهو دائما يبالغ مثل هذه الأنشطة ويجتمع يؤكد دائما على أنه راه الإشارات أبناء هذا الحزب لما يخدم مصلحة الحزب ومصلحة الوطن. بطبيعة الحال سنلتقي اليوم في إطار تأسيس فرع الرياض، أكيد كل فرع أخرى غادي نتذكروا مؤتمر محلي واحد الجامعة اللي عمر ما كانش عندنا فيها فرع ديال الشباب والاستقلالية، ولكن كان عندنا فيها حزب، كان الفرع ديال الحزب. ربما اللي شفيتوا من الكلمة ديال الأخ كاتب الفرد الأخ كلمة ديال محسن، لا احنا ما عندناش قطيعة داخل حزب الاستقلال، كتاب التواصل ما عندناش قطيعة وما عندناش جهتين اثنين على حساب جهة آخر، ولكن اللي فهمت والكلمة ديال الأخ كاتب التقنيني أن هناك عقلية قديمة ورجعية داخل المؤسسات المتكاملة اللي مع كان الأساس باقي تسير البلاد واحد العقلية في سلسلة من الإجراءات خصوصا مجموعة من المتغيرات اللي عرفت البلد. إذا أصبح المهم مقبول بين الناس أمام هذا الوعي وهذا الانحراف الشبابي الآن اللي ما يأثر عليه أي واحد أنه قد تصرف هذه العقلية هذه وتحاول تأثر علينا احنا جيل الشباب. إذا هذا ولكن النظامات والمواقف ديال الناس الشرفاء النزهاء اللي يرسموا التاريخ ديال البلاد ولا يمكن لنا بطبيعة الحال الا ان نشيد بهم، لانه كيف ما كان الحال في يوم الايام كانوا في السن ديالنا وناضوا طرقهم بطبيعة الحال، والان هم على استعداد انهم عطاو الله الباقي يوصلوا النظام ديالهم، لكن هم سعداء انهم كذلك يكلموا المشعل لجيل اخر باش حتى هو يكمل هذا الحمد لله. داخل الحزب الاستقلال ما كايناش قاطعه، كاين استمراريه هذه الثقافه اللي مبني عليها الحزب الاستقلال. كيف ما تعرفوا جميع منظمات الشباب والاستقلال لجنه التاسيس ان ليست بمنظمات حديثه الان، ولكن جذور تاريخ المنظمه يعود الى فتره الحمايه ومبدا الحمايه في اول مؤتمر وطني للشباب. الان كشباب الاستقلاليه ما نهضرش على التاريخ وكذا وتصور اكيد غادي يخصنا شي نقاط مهمين نتفكروا فيهم، ولكن تاريخ المنظمة أنها آخر مؤتمر ذلك المؤتمر الوطني 11 مؤتمر وطني جديد في المسار التاريخي والسياسي، والتي تأكد على أن الشباب والاستقلال منظمة عديدة وحاضرة بشكل عميق في التاريخ السياسي المغربي، بالتالي عندها جذور عكس ما رأيناه وما سمعناه من مجموعة من الأحزاب في إطار ما يصطلح عليه بالربيع العربي أو تحت تعبير الربيع الديمقراطي اللي كان المحرك الأساسي ديالو هو الشباب. والانحراف بطبيعة الحال أقول من كذلك الاعتبار أن المغرب هو جزء من الوطن العربي.